امورني يا حاج. يا عمر عشان تبعتها ليوسف انا خدها. تعالى يا عمر واقف ليه؟ دي بداية المرحلة الأولى في حضرتك. يعني بعد كده بقى مرحلة يعني بتعمل انت يا موسى؟ عشان هات واحده من بره صغيره من بره في الشمس واحده من بره انا سيبها لها مكان عشان اعمل لها رسم تمام. وبعد كده سيبها بقى تنشف خالص يعني حوالي شهر على هذه مرحله ودي مرحله ثانيه. الحل الثاني يعني طلعها تنشف خالص. لازم تنشف عشان معلش لو حطيت عليها طريه كل ده لعبه فينا يا ولاد. وبعد كده بديها الميه لازم واروح ايه من الغطاء دي ولو بيعملها يا محمد بيعمل طالع مرحله بس ممكن تستغنى عنها. بيعمل غطاء نايم. في واحد شغال بوت بيعمل البوت بتاعت البوت ده معالي الوزير ده لو لنا كورس من الصدر بنطلب بس عايز الغطاء مرحله واحده بس. هذا بس دي ممكن على حد على مشاريع كبيره هو بيشكل براحته وساعات بيعملها صغيره دي بس دي في الغالب مش للشرب دي او الاطفال يعني شرب اطفال لكن ما تنفعش في البيت هي مش تمام. بتاعت الشتاء ده برضه مناط الشتاء اهو اللي هو بتاع لكن دي حاجه بسيطه يعني بنسميها عندنا مثلا محمد من كبيره اهو بص على حسب انا ملزم حسب الايه الانتاج اللي عايز برضه بيطلع منه الاسمر ودي بقى حضرتك اهم مرحله بقى على الفرن لان هي دي المشكله الكبيره. هو سمعنا الوزير كده اهم مرحله رجع قلبي ورا كده. رجع ورا كده قلبي. يلا بره. نرجع لمراحل بص ده حضرتك بيركب في الحنفيه. ده بيركب في الحنفيه وفرم الميه. دي حضرتك الجولي. ربنا يفتح الاحكام بقى حضرتك. بص الصغير بتاع الاطفال لحد ده المنتج النهائي. ده عادي الصغير بتاع الاطفال. ده برضه بتتميز ان هي تدور على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي بتطلع البخار الاسمر بالشكل ده. حضرتك بيفرق اي حد بيعمل فخار غيرنا
يدهنوا لك من بره، فمجرد ما تكسره يبقى احمر من جوه. انا اتحدى اي واحده اتحدى اكسرها هتطلع سمراء من جوه زي من بره. سعيد. لا احنا عندنا بقى طريقه معينه زي القبر كده بنعملها خط يخش مسام الطين جوه زي بره. ممكن حضرتك اوري لك واحده من سعيدة. يعني الجمره انا بقول لك دي محرمه مرتين فهمت فتعيش معايا. لكن العادي بيروح ده هناك من بره، فصراحه